عسلامة ومرحبا بكم في قناتي كانفا بالتونسي. يمكن تشوف التصاميم هذه وتقول بسيطة برشا، لكن الغريب إنها من أكثر المنتجات مبيعاً في إتسي. بلانرات يومية معمولين على كانفا، وبالرغم من بساطتهم الناس تحبهم وتشريهم كل يوم. في الفيديو اليوم باش نعمل نفس الفكرة بلمسة عربية، بنفس السهولة وبنفس ستايل اللي الناس تشريه. تابع معي الفيديو خطوة بخطوة وشوف النتيجة في الآخر. ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة واعملوا جيم إذا عجبكم المحتوى وتحبوا تطوروا من رواحكم باش تشجعوني نزيد نعلمكم نصمم منتجات رقمية مطلوبة برشا في السوق الرقمي. يلا نبداو في التصميم متاعنا. هذه الواجهة متاع تطبيق كانفا، نكتبوا في خانة البحث لهنا Daily Planner اللي هو المخطط اليومي، وراهو تنجموا تكتبوا بالعربية أو بأي لغة أخرى وتطلع لكم النتائج اللي حاجتكم بها. وكما تشوفوا باش تلقاو قوالب جاهزة بأحجام وأشكال مختلفة. أنا كما تعودتوا بيا باش نختار قالب بسيط ومجاني وباش نعدل عليه، وراهو مش عيب نبداو بقوالب جاهزة خاطر مازلنا مبتدئين وما عندناش الخبرة الكافية باش نصمموا من الصفر، وراهو حتى أكبر المصممين يستعملوا قوالب جاهزة ربحاً للوقت. باهي كما تشوفوا هذا القالب باش نبداو نعدلوا عليه. نبداو بالكتيبة هذه ونبدلوا لها نوعية الخط. أنا اخترت الخط هذا للكتيبة الكبيرة، وللصغيرة باش نختار زادة نوعية خط متناسقة مع الخط الأول. من بعد نجيو للمستطيل هذا ونبدلوا اللون متاعه إلى لون آخر. وكما تعلمنا من الفيديوهات السابقة باش نزيدوا عناصر أخرى مناسبة للديزاين متاعنا باش يزيدوه رونق وجمالية. نبداو بالخلفية باش نختار حاجة مزيانة ومجانية، وانتم اختاروا اللي يعجبكم وعلى ذوقكم بالتداعى. أنا اخترت هادي. ننزلوا على 3 نقاط الفوق ومن بعد نختاروا définir l'image comme arrière-plan، وهكا ركحنا الخلفية. وتوا في les éléments نلوجوا على شكل مستطيل أو rectangle، ننزلوا عليه ونركحوه بالباهي على الباج كاملة ونعدلوا له البوزيسيون بالكدا en arrière لي الكتيبة الكل تظهر الفوق، ومن بعد نعدلوا لي كوان ونعملوهم أغوندي شوية. وتوا باش نزيدوا ستيكرز مزيانين نزينوا بيهم التصميم متاعنا. أنا اخترت هذوما باش نركحهم على الباج كيما تشوفوا. وما تنساوش المستطيل هذايا نبدلوا له اللون متاعه باش يكون متناسق مع الألوان الموجودة في التصميم. نعملوا دوبليكي للمستطيل باش نحطوه لهنا الفوق ونركحوه بالكدا ورا الكتيبة هذه. وهذا التصميم الأول متاعنا، إن شاء الله يعجبكم وتطبقوا اللي تعلمتوه وتشاركوني تطبيقاتكم على باج انستغرام كانفا بالتونسي. وتوا نمشيو للجزء الثاني متاع الفيديو وباش نوريكم كيفاش نبدلوا التصميم هذا من الإنجليزية إلى العربية. نحبكم تركزوا معايا بالقدر. إذا انتم عندكم كانفا المجاني باش تترسيلكم ترجموا بالكلمة بالكلمة. أما إذا عندكم كانفا برو أو كانفا التعليمي فشوفوا معايا كيفاش تبدلوها الكل فرد مرة. أول حاجة ننزلوا على 3 نقاط هذو، من بعد ننزلوا على بارامتر، من بعد أفيشي لي مينياتور دو لا باج، هكا باش تظهر صورة مصغرة للباج متاعنا باش تسهل علينا الخدمة. ننزلوا على دوبليكي من هنا باش تظهر لنا باج جديدة. في الباج الجديدة ننزلوا على الكلمة هذه، ننزلوا على 3 نقاط هذم، من بعد نهبطوا لوتا باش تلقاو ترادوير دو تكست، ننزلوا عليها. من لهنا نكتبوا اللغة اللي تحبوا تترجموا بيها الكلام، ننزلوا على أغاب، من بعد نهبطوا لوتا وننزلوا على ترادوير لي باج، وهكا نكونوا ترجمنا الباج كاملة. وكما تشوفوا ظهرت لنا باج جديدة باللغة العربية.
وتوا نعدلوا البوزيشن متاع الكتيبة باش تتناسب مع اللغة العربية كما تشوفوا. وكان ريتو أنا فسحت التصور متاع النوار الكل. وتوا باش نبدلوا نوعية الخط من لهنا، وهكا تبدلت الكتيبة الكل للخط هذايا. نجيو لجدول الأوقات هذايا باش نحاول نبدل الأوقات إلى الجهة المعاكسة. من البار من اللوطة نلوج على أجوتي لا بوزيسيون وننزلوا على الفلاش هذايا كيف ما تشوفوا، ونحاول نحركهم للجهة الأخرى. نمشيو زيادة لهنا ونبدلوا البوزيسيون متاع المربعات الصغار هذوما للجهة الأخرى بنفس الطريقة. توا باش نفسخ الخلفية هذيا ونختار واحدة أخرى من إليمون. أنا اخترت هذيا، نركحها لهنا ونعملها دوبليكي ونوزعها في الجهات الأربعة. وتوا من بوزيشن باش نعدل الكتيبة ونحاول نجيبها القدام كما تشوفوا. نجيو للمستطيل هذا ونبدلوا له اللون متاعه إلى آخر مناسب للألوان الموجودة في التصميم متاعنا. من بعد باش نزيدوا تصور مزيانين وكيوت نزينوا بيهم الديزاين. كما شفتوا أنا اخترت هذوما باش نركحهم في بلايصهم، وهكا نكونوا كملنا المخطط اليومي متاعنا. واستنوني في الفيديو. إن شاء الله نكون فتكم ولو بالقليل. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. أتوتوت، باي باي.